هو أول من أسس الهجوم على دار آل بيت رسول الله، على دار فاطمة؟ أنا شفت رواية هو عمر، بس ما بعرف ناسي الكتاب، نسيت الكتاب. في كتاب تاريخ الطبري الجزء الثالث، وفي كتاب الإمام والسياسة، أول من هجم على دار الزهراء هو أبو بكر وعمر. يعني يهيج بغض الصحابة، يعني كربلاء راح تذكرنا بصفين هجوم معاوية، صفين راح تذكرنا بالجمل هجوم عائشة، الجمل راح تذكرنا بانقلاب الصحابة على علي بن أبي طالب ودار الزهراء، سقط دين السنة كله. لهذا يقول لك أنا راح أبترها لك العالم السني، لا تسولف بكربلاء. وإذا تكلمت بشيخ أنت معاهم بيقولوا يعني مثل وليد إسماعيل شو قال؟ قال إن هذه أمة قد خلت، يعني الله بيحاسبهم. يعني الله يحاسبهم، بس ما قرأ هاي الآية ولا تركنوا إلا الذين ظلموا فتمسكهم النار؟ هاي الآية ما قرأها؟ يعني الظالم لا نركن إليه ولا نترضى عليه؟ ما مرت عليه هاي الآية؟